هون بس بحب أقول شغلي كمان، لأنه الست ميسون حكيت بموضوع الحرية. أنا بدي أقول شيء، إذا كانت هي عم تشتغل أو غيرها، ما بدي أقول يعني عن البلد يلي هي عم تشتغل فيه، بس إنه إذا في بلد مثلا في حاكم وحيد وهيدا الحاكم ما حدا فيه ينتقده، طب بيكون في حرية؟ ونحن كمان مبسوطين فيكي. طيب ميسون، لو سمحتي، خلال تجربتك بين الإعلام اللبناني والخليجي، بتشوفي انه فعلا تقدم الاعلام الخليجي على الاعلام اللبناني ولا لا؟ بعد يعني مناخ الحريه الموجود بلبنان بعده اقوى، وبعدنا عم نحكي رغم الفوضى وما الى ذلك، يعني كيف بتشوفي الفرق بين التجربتين؟ يا سامي، بطلت تحس انه المناخ بلبنان اقوى، خاصه بالحريه، يعني بعد كل نسمع هالدعاوى اللي عم بتصير بالتعاطي مع الاعلاميين بلبنان. لا، صرت بحس انه صار في خوف على الحريات بلبنان وتغيرت الموازين كلها. وانت بالمقدمه يعني كنت عم تتحدث عن اذا بعد في اعلام ولا اعلاميين، وقديش صار في ناس دخلت على هالمجال وتعدت عليه وما في مين يحط لها حدود. الحدود كثير مهمه، ولكن كمان انه كل صحافي او كل اعلامي او كل مذيع بده يعطي رايه او بده يعبر عن رايه، بده يصير في دعاوى. لا، صار في هون علامات استفهام على الحريات بلبنان. هل بتشعري ميسون بشكل كبير، لانه بالاخير سامي الاعلام الخليجي موجود بمنطقه صار فيها رؤى. يعني عندك الرؤيه اللي صارت بالامارات، عندك الرؤيه اللي هلا موجوده بالسعوديه 2030. جماعه عندهم رؤى، لما يكون في رؤى طبعا كل شيء بده يتطور عندهم وكل شيء بده يتقدم عندهم، ان كان الصناعه، ان كان الاعلام، كل القطاعات بدها تتقدم لانه في رؤى. نحن مشكلتنا بلبنان، نحن داخلين على جهول، ما بقى عندنا رؤيه، ما عندنا رئيس، ما عندنا دولة. طيب ميسون، إذا بتسمحي لي خلينا ناخذ مثل محدد. هل بتعتبري كإعلامية لبنانية موجودة حاليا بإعلام بالخليج، وإعلام كبير ومهم ويعني وعنده خلينا نقول إمكانيات مالية هائلة، هل بتعتبري أنه حقوقك مصانة أكثر مما لو كنت في لبنان الآن حيث تعملين؟ جدا جدا جدا. بشو مثلا؟ يعني مصاني هون إذا بتشتغل أنت ساعة زيادة، هيدي الساعة بتنحسب لك كيف ما كانت الحسابات. إجازتك بتاخذ إجازتك 30 يوم، اشتغلت اكسترا تايم ورك بتاخذهم إجازات أو بتاخذهم مقابلهم مادي. أنت شخص بيحترموا لك وقتك، بيحترموا لك عائلتك، حتى إنسانيا. أنت إذا وقعت بمشكل عندك راحة نفسية انك انت بمؤسسة حميتك. وكثير من زملائنا، انا بحكي عن محطة العربية يعني واللي بنتشكرها دائما، كثير من زملائنا كانوا يعني ممكن مرقوا بامور انسانية، بحسوا انه في عائلة، في مؤسسة حاضنتهم. انا عم بحكي عن مؤسسة، نحن تمنياتنا انه دولتنا تحضننا، لان نحن بالاخير قديش بدنا نضلنا برا، نحن لازم نرجع. انا هلا اذا برجع ما عندي ضمان اجتماعي، ما عندي طبابه، لانه نحن طول عمرنا عايشين برا، الانشورنس تبعنا بتغطينا برا، ويوم بنفل من مؤسساتنا ما راح يكون عندنا انشورنس، وراح نكون صرنا بعمر صعب نعمل انشورنس خاص. فيا ريت هيدا كثير مهم. طيب حضرتك ميسون، حضرتك اعلامي بيعطي عمره لهالمهنه. صحيح للاسف الشديد، هي كل الحقوق اللي عم تحكي عنها غير موجوده صارت بلبنان. إذن القضاء يكم أفواه من ينتقد أحزاب السلطة، وحكم بالسجن ضد ديما صادق. بعد الإشكال بين شباب قيل أنهم ينتمون إلى التيار الوطني الحر وآخرين من طرابلس في منطقة جوني، نشرت الإعلامية ديما صادق تغريدة في 7 شباط 2020 وصفت فيها التيار الوطني الحر بالنازي إثر تعرض الشاب زكريا المصري لاعتداء تحت جسر فؤاد شهاب في جوني. وكتبت صادق حينها قائلة: اعتداء جديد من قبل التيار النازي بضربه على رأسه ورميه في المجارير، وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس. وإثر دعوة من التيار مقدمة ضد صادق بتهمة القدح والذم وإثارة النعرات، أتى الحكم ضد صادق مغلفا بسياسة كم الأفواه وتقييد حرية التعبير عن الرأي. ففي سابقة قضائية أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزينا حجيلي حكما قضائيا بسجن الصحفية ديما صادق لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة 110 ملايين ليرة لبنانية.
لا 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 شباب شباب، انا عم بحكي عن تقارير من مرجعيات دوليه يا سيد، هو قاعد مثل الاهبل مش عارف. طيب انت عم تحكي لا يا خلاص. سيد ابو فاضل سيد ابو فاضل بذلك هون انا عم اقول لك انا عود اعمل لك عود سيد ابو فاضل استاذ وياه استاذ وياه استاذ وياه شوف لك واحد استاذ وياه لا استاذ وياه لا 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 هدي واحد مثلك اللي يسكت يلعن ابوك. لحظه شيخ احمد رفض لانه قليل الاخلاق، في يوم يغسل، لانه قال لك انت مجبور في يوم يغسل ايديه. انا بطلع من هون. لا انا ما بكمل، انا ما بكمل، انا عم احكم عالم كل النهار لاجي اخر الليل حدا انت ما بتحكم عالم، انت عم تموت العالم. حالك انت يعني. انا بقول لك اعداد الموتى اللي ميت على ايديك. انت بتخرس، انت اللي بلا اخلاق. اخرس يا كرد، اخرس ايها الارهابي، اخرس ايها السلفي، انا لو حذائي وبولي يشرفك يا كرد، اخرس يا بيجيب سبيح مثلك. ما بقى تقول عهر سمير، عهر ما بتتوجه لإلي بهيك كلام. انتوا سلطه، عيب عليك، انتوا سلطه رابعه.